احمد انت مظلوم، انت تحس بنفسك مظلوم، انت ظلمت نفسك. احمد وينك لاعب قبل بطولة الخليج وهذا الصخب الكبير والشغب يجي يتمرن بالبصرة ويترك المنتخب العراقي ويروح يلعب بدوري الدرجة الأولى السعودي رغم احترامنا لدوري الدرجة الأولى، لكن مو تشوف نفسك انت ظلمت نفسك. يعني انت لو باقي بالمنتخب احمد بكاساسي كابتن المنتخب وكان فتحت اعتقد الابواب بعروض افضل بامور اكثر، وكان ممكن حتى الان انت موجود بالمنتخب الوطني. فيا حبيبي انت ظالم نفسك، ما حد ظالمك. هيك تشوفها انت؟ انا جاي انقل لك وجهة نظر الجمهور، هذا كلام الجمهور الاغلب الاعم. والله اللي تحكوه هسه بالبرنامج اتمنى هالحكي كان قبل 6-7 سنين من اول مره انا دخلت للمنتخب. زين والله كنت اسافر 27-28 ساعه، ما اعرف يا يوم ما اعرف يا ساعه، من اوصل ورا 3-4 طيارات للصين لاستراليا، ما حد ما منتظرني بالمطار. واخابر اخويا بالسويد بنص الليل وما اعرف الوقت ايش قد، واقول له وينهم؟ ما حد ماكو هنا، اخابر منا اسال يا فندق يا هيك. هالحكي هاي كله ترى يعني مبقيه هنا وما حاكي ابدا. يعني يعني انت ممكن تلتحق بالمنتخب الوطني يا احمد، كانت رحلات الترانزيت والسفر الطويل وما حد يستقبلك انت كلاعب بالمطار. انا ما ادري، عندي معلومه بان كان يقولوا لك خذ تاكسي وروح للمطار، صح؟ والله عيب هم احكي يعني هالحكي، بس من فلوسي كنت ادفع والله العظيم. واللي يقول لي احمد ياسين ما يريد منتخب ما يعرف شيء على احمد ياسين. زين اللي يحكي علي كان يقول اذا الادريس ما منتخب بالفندق، خلي واحد منهم هسه يحكي على لاعب من برا. انا اول لاعب اجيت من برا للمنتخب العراقي، انا فتحت الباب للواعيب كلهم اللي هسه موجودين بالمنتخب العراقي. هاي لا تنسوه. لا انت كنت وياسر قاسم اعتقد وبعد لاعبين 3 كنت من الاوائل. هل قد ما حاربون الي لليوم هم اكو يعني كم واحد ما يريد يشوفني بالمنتخب. منو احمد؟ كلامك ما راح اقول لك اسامي، اسامي، بس انا بداخل يعني المنتخب مثلا بالاتحاد السابق بالاتحاد الحالي. السابق كانوا يعني اي واحد يسمع احمد ياسين جاي للمنتخب، اذا فد 100 خبر على الفيسبوك يطلع على التلفزيون يحكي على احمد ياسين ما يحب العراق، ما يحب ما اعرف شنو. زين قبل ما اروح